اللي يقول لك شيكابالا انتهى قول له ده بالظبط كده. للأسف البقاء لله في الإعلام الرياضي، البقاء لله في التعليق الرياضي. كلنا تابعنا للأسف الكلام الخايب اللي اتقال من كابتن حاتم بطيشة المعلق الرياضي أثناء مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي، واللي انتهت بفوز الزمالك 4-1 بريمونتادا قوية ووصوله لدور المجموعات في بطولة الكونفدرالية. للأسف يعني شفنا كلنا كلام ما ينفعش يدخل البيوت أو كلام ينفع يتقال. وقبل ما نتكلم او نعلق عايزين ننوه عن نقطة مهمة جدا، ان نادي الزمالك وشيكابالا مش طرف في الموضوع، احنا بنجنبهم على جنب وبنتكلم عن المعلق الرياضي الكبير القدير الشهير اللي بيشتغل في اكبر قناة رياضية في مصر، ما بيعلقش في حواري ولا بيعلق في دورات رمضانية. ويمكن والله في الدورات الرمضانية سواء في المناطق الشعبية او في القرى الكلام ده ما بقاش يتقال. لازم يكون في احترام للجمهور. الكلام ده ممكن اتنين صحاب يقولوه مع بعض ماشي، ده اللي يقول شيكابالا انتهى ده اقول له مش عارف ايه عندها والكلام ده. او ممكن تكون قاعد على قهوة بتتفرج على الماتش تسمعها من واحد سرسجي ولا واحد شمام ولا الكلام ده، مفيش مشكلة. لكن يبقى الواحد قاعد في بيته بيتفرج مع اسرته او اطفاله ويبدأ الكلام ده يتنقل، لا ده موضوع خطير، موضوع ما ينفعش كده يعدي مرور الكرام. يا عم ما تأفورش الموضوع، ما تكبرش، لا لازم يكون في وقفة كبيرة علشان ما نسمحش ان الكلام ده يدخل بيوتنا. ويدخل بيوتنا عن مين؟ عن طريق معلقين كبار. يا ريته كان معلق مثلا شاب او معلق جديد كنا نقدر نقول ده عايز قرصة ودن، ده شاب متحمس، ده لسه ناقص خبرة. لكن بنتكلم على معلق كبير في المقام وكبير في السن، يعني يشوف الشعر الابيض اللي في راسه. عيب جدا انه يوصل للمرحلة دي. خلى ايه المعلقين الصغيرين ولا الشباب؟ ازاي توصل للمرحلة دي؟ انا معرفش ايه اللي سخنك او سخنت ليه. فرحان بفوز الزمالك افرح، حقك كمصري او كزملكاوي ايا كان يعني. لكن لازم نحاسب على لساننا، لازم نقفل شوية موضوع التعصب. احنا كل ما نقفل قصة في التعصب تطلع لنا موضوع تاني. والمشارك ايضا في الكلام ده والمسؤول عنه قنوات اون تايم سبورتس هي برضو السبب. ان هي خلاص جت قدام الناس حاتم بطيشة زملكاوي بيذيع مباريات الزمالك، ايمن الكاشف اهلاوي بيذيع مباريات الاهلي، وابدا اعمل فصل. طب ليه؟ ما ده يذيع الاهلي والزمالك وده يذيع الاهلي والزمالك، واللي يخرج عن النص نوجهه ونقول له، والحياه تبقى ما فيهاش تعصب ولا فيها تصنيف. لكن خلاص احنا حكمنا والقناه نفسها حكمت وساعدت على كده ان هو ده حاتم بطيشة الزملكاوي، ايمن الكاشف الاهلاوي، ماشي يعني ممكن نتقبلها. لكن هنوصل ان احنا نشوف الفاظ زي دي تبدا تخش الموضوع. لو ما حصلش فيه وقفه يبقى كل سنه وانت طيب، يبقى عليه العوض في الاعلام وفي التعليق وفي كل حاجه. ده احنا متربيين على كابتن ميمي الشربيني وكابتن حماده امام وكابتن محمود بكر وحتى كابتن مدحت شلبي، عمالقه وناس قبليهم. يعني ما ينفعش نوصل للمرحله دي يا جماعه ابدا، ما ينفعش وتتعدى كده. لازم الهيئه الوطنيه للاعلام يكون ليها دور في الموضوع ده، ولا المجلس الاعلى للاعلام. لازم قناه اون تايم سبورتس نفسها. الموضوع ده لو عدى كل سنه وانت طيب. اي معلق بقى يبدا يفتكس ويبدا يتجاوز واللي يجي بعديه يعلي عليه وده يسخن ويعلي اكتر ونخش في دوامه. احنا عندنا بيوت، احنا عندنا اسر، احنا عندنا سيدات بتتفرج، احنا عندنا اطفال ونشء بيتفرج. ما ينفعش نجبرهم الكلام ده يتسمع. الناس بتقعد تربي ولادها، لا ما تروحش قهوه تتفرج عشان ما تسمعش حاجه، لا مش عارف ما تعملش ايه. وانت جوه الاسر والاطفال تقعد تقول لي مش عارف اللي يقول لي ده انتهى عندها ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الانحطاط اللي احنا وصلنا له ده؟ يا جماعه لازم نشغل عقل شويه يا جماعه. اللي مش هيقدر يشغل عقله الفتره الجايه يقعد في بيتهم. الاعلام والمايك ده مسؤوليه. كلمه طالعه منك في ملايين بتتفرج على المباراه، يعني كل كلمه تخرج بحساب. ممكن بقى تقول دي ضربة جزاء مش ضربة جزاء، ممكن في هدف تعلي صوتك او توطيه تبقى حزين او سعيد، يا عم مش مشكلة، ممكن نتجاوز عن ده كله. لكن هنخش في الفاظ؟ المشكلة مش في لفظك ولا الكلمة اللي انت قلتها، المشكلة في اللي بعد كده. خلاص ايه ده الموضوع اتقال وعدى، خلاص ابدا انا كمان بقى اعلي عليه مش عارف ايه يبقى اقول له ايه ونخش. لا احنا مش واقفين في وسط سرسجية ولا شمامين،
احنا بنسمع معلقين محترمين. يعني انا مش عارف بصراحة ازاي هو وصل للمرحلة دي. هل كان يعني خفة دم بالنسبة له، فاكر دي ان خفة دم او روشنة مثلا ابقى معلق روش؟ لا، دي خيبة، دي خيابة بصراحة وقلة ادب. لما نبدأ معلق كبير يطلع منه كلمة زي دي تبقى قلة ادب، ولازم الحساب يكون الضعف لانه مش معلق صغير. لو معلق صغير ومبتدئ نقول لك لا، كفاية قرصة ودن، لسه خبرته قليلة، لسه مش واخد على حوار المباريات الكبيرة والكلام ده، السوشيال ميديا أثرت عليه. لكن ده راجل كبير وراجل خبرة، خريج التلفزيون المصري واشتغل في بين سبورت فترة، ورجع على اون تايم سبورتس بقاله فترة كبيرة، مش صغير. ده شعره كله أبيض، يعني يحترم سنه ويحترم تاريخه، والكلمة اللي تطلع منه بحساب. أتمنى الموضوع ده ما يعديش، لان الموضوع ده بصراحة مضايقني جدا، ان احنا بدأنا نخش في خطوط غريبة. احنا تجاوزنا التعصب، احنا مش بنتكلم في التعصب وانه مع الاهلي او ضد الاهلي او مع الزمالك او ضد الزمالك، احنا بنتكلم في الفاظ وايحاءات بدأت تتقال. لو الموضوع ما وقفناش عنده خلاص اللي جاي هيبقى كده، واحنا مش هنسمح ان ده يتقال. لو بالمنظر ده ما نتفرجش على الرياضة ولا دوري مصر خالص. عندنا الدوري السعودي عربيا، عندنا الدوريات الأوروبية، عندنا دوري أبطال أوروبا. لكن هنقعد نسمع الكلام ده احنا المعلقين العرب عدونا يا جماعة. عيب عيب، ده احنا تاريخ كبير في التعليق العربي والتعليق المصري ده، يعني الناس كلها بتشهد له بالتاريخ بالقمم اللي كانت عندنا. في النهاية أتمنى إن شاء الله إن يكون في عقاب والموضوع دوت، والموضوع ما يعديش بالساهل. وأتمنى الفترة الجاية المعلقين والمخرجين والدنيا كلها عايزين هدوء واحترام يا جماعة والنبي، عايزين مناخ رياضي نضيف بعد إذنكم، يعني لو ده مش هيزعلكم. بصراحة قبل ما أختم، لو ما حصلش وقفة في الموضوع ده يبقى ما حدش يلوم على أي لاعب يعمل أي حاجة بعد كده، ما حدش يلوم على أي فرد من الجهاز الفني يعمل أي حاجة بعد كده، ما حدش يلوم على الجمهور انه يعمل اي حاجة من كده. لما بنيجي القيمة اعلانية اللي هي بتقدم لنا المباراة وبتعلق لنا على المباراة وتوصف لنا المباراة ويطلع منها الخطأ ده ونتجاوز، ما تلوموش على اللعيبة والاجهزة الفنية والجمهور الفترة اللي جاية. خلاص نسيب الدنيا سداح مداح كده، اللي عايز يعمل حاجة يعملها وكأننا في سويقة. فأتمنى نشوف الكلام ده الفترة الجاية، علشان لو ما حصلش يبقى عليه العوض ومنه العوض. في النهاية بحب أشكر حضراتكم. كان معكم عمرو مصطفى، نسر الجزيرة. لو حضرتك بتتابعنا أول مرة ما تنساش تدوس اشتراك في القناة وتفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.